بيبدأ الفيلم بصحفي أمريكي بيجمع معلومات عن أكبر خلية إرهابية موجودة في شمال سوريا، بس للأسف مش بيلحق يبعتها لأن بيكون أمير الخلية أبو عثمان عرف مكانه وبيدخل عليه ومش بيلحق يتحرك وبيضربه بالنار وبيقول له عامل إيه؟ وحشتني ياض، أنت بتلعب عليا من ورايا، مش عيب عليك؟ بيقول له أنا لسه في عز شبابي، حرام عليك. بس أبو عثمان قلبه جامد أوي الصراحة، يا عيني بيقتل الولد وبيحصره على شبابه وبيبعت الفيديو وهو بيقتله لرئيسه آدم. بيتضايق جدا وبيقرر إنه لازم يتحرك ويعمل حاجة وبيتصل وقتها بالبيت الأبيض. المهم أبو عثمان بياخد رجالته وبيروحوا مدينة اسمها إكريت. إكريت دي بلد بين سوريا والعراق. هنا بيكون في 40 بنت شغالين ممرضات، منهم 15 بنت باكستانية والباقي هنود، وبيكونوا بيجهزوا نفسهم عشان رايحين المستشفى. بس للأسف بيقابلوا أبو عثمان ورجالته في طريقهم وبيحصل هجوم على أبو عثمان من الجيش العراقي وبيقدروا إنهم يصيبوا أبو عثمان، بس رجالة أبو عثمان بيطلعوا الصاروخ وبيضربوا الطيارة وبياخدوا أبو عثمان وبيقتحموا المستشفى وبيسيطروا عليها بالكامل. وواحد من رجالته بيفضل يسأل السواق على الدكتورة وبيقول له إن كل اللي معايا ممرضات مفيش دكاترة. ما بيقتنعش بكلامه وبيقتله. بيدخل أبو عثمان المستشفى وبيحاول مدير المستشفى يوقفهم وبيقول لهم ممنوع تدخلوا المستشفى بالسلاح. يعني مش بيلحق يكمل كلامه إلا وبيقتلوه وبيقول لهم المستشفى دي هتمشي زي ما احنا عايزين وانت اللي هتعملي العملية للقائد. وبعدها بيتوزعوا في المستشفى بالكامل وبياخدوا من كل ممرضات التليفونات، بس السوسة دي بيكون معاها 2 بتديهم 1 وبتسيب التاني معاها. وبيكون الخبر ملا البلد والصحافة كالعادة متابعة الحدث. وبتروح البنت اللي معاها التليفون تتصل بالسفارة الهندية وبتقول لهم احنا في خطر كبير ولازم تلحقونا. بيقول لها ما تقلقيش، احنا هنبعت حد ينقذكم، بس حاولي تخلي التليفون قريب منك عشان نقدر نوصلك ونعرف منك الأخبار أول بأول. وفعلا بيستعينوا بالقائد في الهند وبيبتدي كران يشرح لهم مدى خطورة المجموعة الإرهابية وبيقول لهم انهم أغنى منظمة إرهاب حصلت في تاريخ العالم ومعاهم جيش كامل من الشباب والسلاح بجميع أنواعه. في الوقت ده الإعلام الأمريكي بيكون بيتكلم عن قتل الصحفي وبيقرروا انهم يضربوا المنظمة دي بالطيارات. القائد بيقول لهم ان الأخبار دي مش كويسة خالص. بيقول له ليه؟ بيقول له هيضربوا النار ازاي والممرضات هناك؟ والأمريكان ما صدقوا منهم يلاقوا حاجة عشان يدمروا إكريت. بيروح القائد لآدم وبيقول له عامل ايه يا غالي؟ لولا الحاجة والله ما كنت جيت لك، بس اعمل ايه مضطر. بيقول له انا عارف انت جاي لي ليه، الممرضات هناك وعايزني اساعدك. بيقول له انت عايز تضرب ابو عثمان بس الممرضات هناك، اديني وقت عشان اعرف اتصرف. بيقول له خلاص قدامك 7 ايام وفي اليوم الثامن انا هفجر إكريت. وبيسيبه ويمشي وبيروح له رئيسه وبيقول له قدامنا 7 ايام. بيقول له 7 ايام؟ هو انا بشحت منهم ولا ايه؟ هلحق انا امتى اخرج الممرضات من هناك؟ بيقول له معاك حق بس لازم نتصرف ومفيش حد هيقدر يساعدنا غير تايجر. بيقول له تايجر ازاي؟ هو مش مات؟ بيقول له حكاية موته دي عملناها علشان نقفل بيها ملفات قديمة وهو الوحيد اللي هيقدر ينقذنا من الورطة دي. وبيقول لكران قدامك 24 ساعة وتجيب لي تايجر من تحت الأرض. وها هو تايجر واللي معاه ده ابنه وبيكون في النمسا مقضي حياته هناك وهو بيقطع خشب بيهجم عليهم الديابة. وخش عليا بقى بالتقيل، وهو انا عشان بطلت العب بالنار هتاكلوني ولا ايه؟ لا يابا مش انا اللي شوية ديابة ياكلوني، ده انا تايجر. وبيخلص عليهم واحد واحد. بعدها بتظهر معانا زويا وبتكون بتشتري طلبات البيت زي عندنا بالظبط وبتروح عشان تحاسب، لكن بتشوف الشباب دول وهم بيسرقوا وبتقول للست دي خدي بالك من الشباب دول لانهم حراميه ولازم تتصلي بالشرطه بسرعه. ما بتلحقش تتصل وبيكونوا مثبتينهم. زويا بتستنى الكاميرا تلف من عليها وبتعمل معاهم الصح. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ ده ولا جاكي شان في زمانه. وبمجرد ما الكاميرا بتيجي عليها بتكون هي خلاص خلصت كل حاجه وبتدي السلاح لطنط الحاجه دي وبتمشي وبتروح البيت وبتكون بتشيل العشاء وبتقول له ايه انت مش هتقوم تساعدني ولا ايه؟ هو انت مفكرني الشغاله اللي امك جابتها لك؟ لا فوق كده واصحى لنفسك، انا كنت ملكه زماني وانت جبتني الارض تكهنيله اللي عايزه تتجوز. واقول لك على حاجه والله ما انا غاسله المواعين، قوم بقى انت وابنك اغسلها. بيقول تايجر لابنه امك شكلها مش طايقاني خالص. بيقول له معاها حق الصراحه. بياخد ابنه وبيخرج وبيفكروا ازاي هيفرحوها وفعلا بيكون محضر لها مفاجآت كتير ومش بيأثر معاها في حاجه. قادر رجاله ولا بلاش، ما علينا. بيقضوا وقت حلو وبيرجعوا البيت يلاقوا القائد مستنيهم وبيقول له وحشني ياض عامل ايه من غيري؟ بيقول له مالك يا ريس ايه الانابيب دي كلها؟ بيقول له اعمل ايه من وقت ما سبتني وانا روحي مش معايا.
المهم انا جعان، هتاكلني ايه بقى؟ بيجهز له الاكل، وزويا بتقول له ده انت عمرك ما غسلت الطبق اللي اكلت فيه، تصدقي يا وليه انت ما بيتمرش فيكي والله. المهم بتقول لهم انتوا هنود مع بعض، انا مالياش دعوه بيكم، وبتسيبهم وتقوم. وبيقول له كران فضلت 8 سنين مستخبي، بس انا قدرت الاقيك في 24 ساعه. بيقول له عنوان البريد بتاعي مظبوط، انا لو ما كنتش عايزكم تعرفوا مكاني ما كنتوش عرفتوه، كل ده بمزاجي، ما تفكرش تشغل دماغك عليا. بيقول له القائد احنا عايزينك عشان بيكمل كلامه، وبيقول له عشان الممرضات اللي محجوزين في المستشفى ومفيش قدامكم غير اسبوع، ولو ما لحقتوش تنقذوهم هيضربوا المستشفى باللي فيها، وفرت عليك كتير، خد الفلاشه دي عليها احسن واحد هيقدر ينفذ المهمه. بيقول له احنا عايزينك انت، مفيش قدامنا وقت. بيقول له انا ما عدتش زي زمان ما كانش عندي نقطه ضعف، انما الوقت مراتي وابني في حياتي وهم نقطه ضعفي. القائد بيقول له احنا مش هنضغط عليك، بس محدش هيقدر ينقذنا غيرك، الموضوع متعلق بشرف البلد. وبيسيبوه ويمشي. وزويا بتقول له الناس كلها مفكره انك بتحبني اكتر من اي حد في العالم، بس انا الوحيده اللي عارفه انك بتحب بلدك اكتر مني، ودي اكتر حاجه انا بحترمها فيك. روح المهمه دي وخليك فاكر دايما ان انا وابنك مش نقطه ضعفك، احنا قوتك. بيتاثر بكلامها وبيقرر انه ينفذ المهمه، وتاني يوم بيتحرك وبيكون كران مستنيه عشان يفهمه المهمه هتمشي ازاي بالظبط. وبيقول له ده الفريق اللي هيكون معاك. بيقول له لا، ده الفريق اللي هيكون معايا. اول واحد اذان اكبر، افضل قناص في الجيش الهندي. تاني واحد نميد خان، افضل واحد في فك المتفجرات والقنابل في وقت قياسي جدا، انقذ ناس كتير في وادي كشمير. وده تالت واحد راكيش شارما، خبير في التكنولوجيا وفك الشفرات، بس ثقته في نفسه ضعيفه شويه. بيقول له كران حلوين بس احنا ما عندناش وقت نستناهم. بيصفر كده وبيكونوا قدامه. وكران بيكلم القائد وبيقول له تايجر مصمم على فريقه. بيقول له مش مشكله، اهم حاجه اتاكد انه في صفنا فعلا، وما تنساش انه عاش 8 سنين مع واحده باكستانيه. بيقول له تمام. وبيبتدي تايجر يفهمهم الخطه، وبيقول لهم هنروح مدينه اسمها نصره على حدود تركيا والعراق، هناك واحد من رجالتنا هيقابلكم ويدخلكم في عربيه بترول رايحه العراق، ومن هناك تقدروا توصلوا اكرت. بيقول له تايجر احنا مش هنعرف نوصل للمستشفى اول ما نروح، احنا هنروح مصنع البترول اللي في العراق وهنروح كاننا شغالين فيه، وهناك نميت هيكون صنع قنبله وهنفجرها، وهنمثل كاننا مصابين في الانفجار ده، ومش هيكون قدامهم غير انهم يودونا المستشفى اللي في اكرت، وبمجرد ما نوصل المستشفى مش هيكون قدامنا غير يومين ننقذ فيهم الممرضات ونطلع السر الالهي من عثمان. كرام بيقول له ده اسم واحد في المصنع هيساعدكم في اي حاجه تحتاجوها، وكلمه السر توتو تو توتو طارة. بيقول له تايجر احنا هنهزر ولا ايه؟ وفعلا بيتحركوا وبيوصلوا عند العميل الهندي، وبيجهز لهم عربيه النقل بتاعه البترول عشان هي اللي هتوصلهم للعراق، بس مش بيملى الخزان بترول، بيملاه ميه، وبيحط كميه بترول بسيطه عشان الميه ما تبانش. بس المشكله بقى ان بيكون في كمين على الطريق وبيفتشوا عربيات البترول، بس الحمد لله بيضلوا في القفص وبيعدي على خير، واخيرا بيوصلوا المصنع وبيدخلوا على اساس انهم شغالين في المصنع. ده بقى الامير البغدادي المسؤول التاني عن المنظمه الارهابيه، كل اكريت تحت سيطرته. اما ده بقى فردوس عايش في العراق بقاله 25 سنه واصله هندي، وممكن يبيع ابوه وامه عشان الفلوس، واطي يعني مفيش كلام. هدفه الوحيد انه يكون قريب من الامير. وبيسال تايجر شكلك هندي وشكلك ما يوحيش خالص انك مهندس، خد بالك كويس جدا عشان انا هراقبك، ويلا بقى روح شوف شغلك. وفعلا بيدخلوا على المكان اللي هيناموا فيه، وبيحصل خلاف بين اذان ونميت، وتايجر بيطلب منهم انهم يهدوا شويه، وبيطلب من اذان انه يفتح شنطته، وفعلا بيفتحها وبيطلع منها العلم الهندي، وبيقول له انا جايبه عشان لما المهمه تخلص ارفع علمنا في بلدهم. المهم بيظهر ابو عثمان وبيكون صحته جت على المستشفى وبقى تمام، وبيقول له بورنا انا لسه هقعد هنا قد ايه؟ بتقول له 4 أو 5 ايام. بيقول لها انت انقذتيني ليه؟ بتقول له ده واجبي، وبتساله هو بيعمل كده ليه؟ بيقول لها انا كنت مدرس في مدرسه نيويورك، بعد احداث 9 نوفمبر اعتقلوني في محطه القطر بدون اي دليل ولا اي سبب حتى، عذبوني ابشع انواع التعذيب، 3 سنين اتحبست واتهنت وتعذبت بدون اي سبب. فجاه بيدخل عليه واحد من رجالته وبيقول له في ممرضه حاولت تهرب، بيقول له اقتلها. بتحاول بورنا توقفه لكن بيقول لها جمدي قلبك امال احنا لسه في الاول، وفعلا بيقتلوها. وهنا بقى تايجر بيكلم الراجل اللي المفروض هيساعده وبيقول له توتو تو توتو طارة. بيقول له وصلت امتى؟ الحمد لله على السلامه. بيقول له تايجر انا جعان وعايزك تعزمني على الغدا بكره. بيقول له عايز تاكل ايه؟ بيقول له نص كيلو قنابل على ربع سلاح وزود لي الفلفل شويه. بس فجاه بيهجم عليه فردوس وبيقول له كنت بتكلم مين؟ انا قلت لك اني مش مرتاح لك وهانت اهي وهتقع لي. وبنرجع تاني لابو عثمان
وبيكون بيلبس الطفل ده حزام ناسف وبيقول له على المكان اللي هيروحه، وفي نفس المكان ده بيكون تايجر هناك عشان هيقابل الراجل اللي هيساعده، وبيقول له روح اقعد على ترابيزه 7، وبتكون هي نفس الترابيزه اللي حسان قاعد عليها. وبيحاول تايجر يتكلم معاه لكن هو بيسيبه ويمشي. وبيكون في واحد من رجاله عثمان بيراقبه، وبيجي بوان وبيديله مواد القنبله اللي هو طلبها، وبيقول له في المستشفى 25 حارس غير ابو عثمان. بيطلب منه انه يجيب له رسم تفصيل للمستشفى من جوه. بيقول له هتاخد وقت بس هجيبها لك. وفي الوقت ده تايجر بياخد باله من الطفل وهو لابس حزام ناسف. في اخر لحظه بيجري عليه وبياخده بعيد عن اللي بيراقبه، وبيقول له ما تخافش، وبيفك من عليه الحزام. وبوان بيقول له انت بتعمل ايه؟ ده تبع المنظمه الارهابيه، ده مش شغلنا، رجاله ابو عثمان وصلوا وهيقتلونا. بيقول له انت بس فضي المكان من الناس عشان مفيش حد يتاذى. وفعلا بيروح يمشي الناس، وعلى اخر لحظه بيرمي الحزام والمكان بينفجر. وبياخد حسان وبيقول له بوان خد بالك منه كويس، وفعلا بياخده وبيمشي. ويلا بينا بقى نشوف حبه اكشن يشرق مع بعض. ايه ده، هو تايجر بيطير ولا ايه؟ ايه ده حصان؟ انا نقطه ضعف الحصان. الله، خش عليا بالتقيل. بالنسبه للمكن اللي عمال يبوظ ده وضعه بيكون ايه بعد كده؟ انت كل ده يا تايجر ولسه راكب على الحصان؟ شفت انت اللقطه دي؟ شفت الار بي جي عدى ازاي من فوق تايجر؟ انا نفسي منبهره. بقى انت يا حته عيل جاي تقف قدام تايجر؟ ما هو اكيد هيروقك، وبعد ما يروقك هيخلص عليك خالص. اللي يزعل بقى بجد انهم ضربوا بوان ومات، وبيحاصروا تايجر وحسان. بس على مين يابا؟ مرات تايجر موجوده وهتقوم بالواجب وزياده، وبتاخد تايجر وحسان في العربيه وبيهربوا. بس طبعا قبل ما بيمشوا لازم يعملوا شويه قلبان في المنطقه اكتر ما هي. شفت انت اللقطه دي؟ حتى العربيات عندهم بتطير. المهم بيخلصوا عليهم والعربيه الحمد لله سليمه، وما تسالونيش ازاي. وبتروح بيهم على المكان اللي كله تفاؤل وامل ووفاء ده، وبتقول له تايجر ما تقلقش، دول تبعي، واهدى كده على نفسك عشان انت كنت هتموت لولا انا لحقتك. بيقول لها حسابك معايا في البيت، لينا بيت يلمنا. وبعدين انت ازاي تخرجي من غير ما تقولي لي؟ هي وكاله من غير بواب؟ بتقول له تصدق انت ما بتمرش فيك حاجه؟ نسيت اللي عملته لك من شويه؟ وبعدين انا هفهمك كل اللي حصل. المخابرات الهنديه اتكلمت عن 25 ممرضه من الهنود بس، لكن محدش اتكلم عن 15 بنت باكستانيه. بيقول لها طبعا وانت جايه تنقذيهم، المكان هنا خطر جدا، لسه قاتلين واحد هند دلوقتي، وحسان كانوا رابطين فيه حزام ناسف، وانا كنت هموت لولا انت جيتي على اخر لحظه. بتقول له انا مش هقدر اسيب بلدي في وضع زي ده، ولازم اكون جنبهم. بيقول لها احنا جينا هنا لنفس السبب، خلينا ننفذ المهمه دي مع بعض. بتقول له انت عارف انت بتقول ايه؟ ازاي الهند وباكستان هيبقوا في فريق واحد؟ بيقول لها استني وهتعرفي. وبياخدهم وبيروح لفريقه وبيقول لهم، بس بيكونوا معترضين، وكل واحد فيهم بيلقح على التاني، وهما الاتنين اوكس من بعض. المهم تايجر بيقاطع كلامهم وبيقول لهم هي دي العداوه الحقيقيه، بس احنا الاتنين هنا لنفس السبب، ولازم المهمه دي ننفذها مع بعض. لو اشتغلنا مع بعض فالممرضات هيوصلوا بيوتهم بسلام. انا هسيبكم الوقت تفكروا مع بعض. وبينزلوا وبيسيبهم، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيسمعوا صوت سلاح، وبينزلوا يشوفوا ايه اللي حصل، وبيلاقوا تايجر وزويا. وبيقول لهم اخيرا عيله العريس والعروس هيعملوا فرح مع بعض. وبيقول قران للقائد تايجر وزويا عملوا فريق مع بعض. وبيكون معترض وبيروح يقول لرئيسه، وبيقول له هو ليه ما حدش قال ان في 15 بنت من باكستان موجودين اصلا؟ وبعدين في مشاكل بين الهند وباكستان، بس الموضوع ده بره اي مشاكل، الموضوع ده موضوع انساني، واللي النمر عمله صح وانا موافق عليه. وفي الوقت ده اذان ورقيش بيدخلوا غرفه الكاميرات الخاصه بالمصنع، وبيوقفوها كلها لوقت معين. ومن ناحيه تانية نميت وتايجر بيصنعوا القنبله، وبيطلعوا يزرعوها في الانابيب دي عشان يكون واضح قدامهم انه حادث. لكن الحارس بيدخل عليهم وبيشوفهم، وتايجر بيقول لنميت ما تقفش وكمل عشان الكاميرات قدامها دقيقتين بس وتشتغل. وبيبتدي يضربهم كلهم، واي حد بيقابله حق الله مش بيأثر معاه في حاجه. وقبل ما الكاميرات بتشتغل بتكون كل حاجه مظبوطه والخطه ماشيه صح، والقنبله بتنفجر. والامير بيطلع لهم وبيقول لهم انتم السبب في ان رجالتي ماتت، وخلاص بيكون هيقتلهم. لكن فردوس بيحاول يقنعه وبيقول له لو قتلتهم هتخسر كتير، وهتجيب منين مهندسين دلوقتي؟ بيقول له هم السبب في ان رجالتي تموت. بيقول له انا شغال هنا بقالي 25 سنه وكل يوم بيحصل حادثه. بيقتنع الامير بكلامه وبيقول لهم خدوهم على المستشفى، ولحد هنا الخطه ماشيه مظبوط. بياخدهم فردوس عشان يروحوا المستشفى، وفردوس بيقول له تايجر انت مفكر ان انتوا كده عديتوا الخطر؟ انا مرضتش ان هو يقتلكم عشان انا اللي هقتلكم لو ما قلتوليش انتوا مين وعايزين ايه. انا عارف انكم هنود. بيقول له تايجر تلاشاني عشانك مش عشاني. فردوس بيكون هيقتلهم، لكن المنقذ الرسمي لتايجر حضر، وبتفضل تخبط فيهم بالعربيه، وزي ما انتوا شايفين كده العربيه بتتقلب ولا 15 قلبه. بس سبحان الله بيطلعوا من العربيه والا ما في واحد فيهم فيه خدشه. المهم بيقول لزويا ايه يا حبيبتي، هو انت نسيت ان في العربيه ولا ايه؟ انت بتشتغل نفسك يا تايجر، ما انت خارج ما فيش فيك خدش واحد حتى. وبيكون خلاص هيقتل فردوس، لكن بيقول له تو 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 طاره. بيقول له انت عارف الرمز ده منين؟ بيقول له انا عميل في المخابرات
المخابرات الهنديه في العراق من 25 سنه. بيقول له امال كنت هتقتلنا ليه؟ بيقول له القائد قال لي اعمل كده قبل ما توصلوا للمستشفى عشان يتاكد لو كنتوا هتستحملوا اللي هيحصل لكم ولا لا. بيقول له تايجر ما عادش قدامنا غير 3 ايام عشان ننقذ الممرضات، واهم حاجه لازم مخطط المستشفى الداخلي يكون معانا، هو في مجلس المدينه وزويا هي اللي هتقدر تجيبه. وبيودعها وبيكمل هو على المستشفى، وزويا بتروح عشان تجيب المخطط. وهم بيوصلوا المستشفى وبيلاقوا الحراسه مشدده جدا، وفردوس بيقول له خلي بالك بقت مقر رسمي لابو عثمان، وكل يوم الحراسه بتزيد عن اليوم اللي قبله، وريني بقى يا فالح هتطلع الممرضات ازاي. بيدخلوا المستشفى والممرضات بيبتدوا يعالجوه، وبورنا هي اللي بتعالج تايجر وبتقول له انت هندي. بيقول لها انا شغال في المخابرات الهنديه وانا وفريقي هنا عشان ننقذكم، ولازم نخرجكم من هنا في خلال يومين لان الامريكان هيفجروا المستشفى باللي فيها بعد اليومين دول. انا عارف انتوا 40 ممرضه. بتقول له لا 39، هم قتلوا واحده باكستانيه من يومين. بيدخل عليها ابو عثمان وبيقول لها انت اكيد مبسوطه ان هو من بلدك. بيقول لها قدامهم قد ايه ويمشوا. بتقول له مش اقل من يومين. بيقول له تايجر هتنورنا اليومين دول، وبيسيبهم وبيمشي. ومن ناحيه تانية زويا بتكون وصلت مبنى المجلس وبتشوف البنات دول وهم خارجين، وبتروح وراهم وبتكلم واحده من البنات وبتعرف انهم كانوا جايين علشان يدرسوا، لكن رجاله الامير خطفوهم وشغلوهم بالاكراه. وبتقرر انها تروح معاهم وهو بياخد باله منها وبيحطوا عينه عليها، بس هي بتخليه يطب بطريقتها وبتخلص على كل اللي يقابلها، ما بترحمش حد. وباقي البنات بيساعدوها وتقريبا بيخلصوا على اهم الناس الموجوده في الخليه دي. انا حقيقه منبهره باداء كاترينا، احنا الشقاوه فينا بس ربنا هدينا. طبعا بعد ما بتقوم بالواجب بتلاقي الكاميرات مسجله كل حاجه، واللي بيشوفها ابو عثمان وفردوس وبيقول لهم هاتوا لي البنت دي من تحت الارض. بيروح فردوس عشان يركب عربيته، بيلاقي مخطط المستشفى في عربيته، بياخدها ويوديها للنمر وبيقول له مراتك قلبت الدنيا بره والكاميرات جايباها وانت بتضحك. بيقول له كانت حلوه في الفيديو. بيقول له انت بتهزر، هيقتلوها. بيقول له مش هيقدروا، انا كل اللي عايزه منك بس انك تروح لصاحبك الامريكي وتخليه يبعت جيش مع زويا بكره عشان هنهجم على مكان التفتيش بتاعهم، وتسيب كل حاجه بعد كده عليا. وبيروح تايجر لبورنا وبيقول لها انا عايزك تجمعي لي اكبر ماده سم في المستشفى عشان هنحطها للحراس في الاكل. وفعلا بيجمعوا هو وفريقه من الممرضات وبيبتدوا يرسموا الخطه اللي هيمشوا عليها، وبيجمعوا السم اللي في المستشفى وبيغفلوا العيل الهفق ده، وراكيش بيفضي السم في الاكل، وابو عثمان بيكون عامل قلق علشان الرجاله بتوع اللي ماتوا. وبيخلص الخطاب والاكل بينزل للحراس وبيفضلوا يقعوا في الارض واحد ورا التاني. وبيدخل ابو عثمان وبيسالها حالتهم خطيره، بتقول له هديهم من الحقنه دي وهيفوقوا على طول. بيشك فيها وبيطلب منها تدي الحقنه للهنود اول، وفعلا بتدي الحقنه قدامه الاذان، وبيفضل متمالك نفسه لحد ما ابو عثمان بيمشي وبيقع من طوله. ايه العيل المايت ده؟ المهم زويا بتكون بدات تتحرك على منطقه التفتيش بالقوه الامريكيه وبيهجموا على المكان بالكامل، وابو عثمان بيوصل له خبر وبيقرر انه ياخد رجالته ويروح لهم. وتايجر بيسال بورنا عدد المصابين قد ايه. بتقول له تقريبا نصهم ومش هيفوقوا قبل 3 ساعات. بيقول لها كده الخطه ماشيه زي ما انا عايز بالظبط، نص الرجاله نايمين والنص التاني مع ابو عثمان، ما عندناش وقت نضيعه، يلا بينا. ومن ناحيه تانية بتكون زويا مسيطره على المكان بالكامل، بس فجاه ادم بيطلب من جنوده انهم ينسحبوا لان الطيران الجوي هيفجر المكان، وفعلا بينسحبوا. وزويا بتحاول توقفهم لكن بدون فايده، وبتقرر انها تكمل لوحدها، لكن ما بتطولش كتير والذخيره بتاعتها بتخلص والرجاله بيطلعوا لها فوق. وتايجر خلاص بيكون خرج من المستشفى بالممرضات، لكن بيكون في كمين، ومش اي كمين، دي مرات النمر، ده انتوا هتشوفوا ايام سودا. بياخدهم هما الاتنين في الاوضه دي وبيقول للنمر مراتك قويه جدا، رجالتي قالوا لي انهم ما قدروش يمسكوها بسهوله، لا وايه عملت اللي محدش يقدر يعمله وقتلت الامير. مراتك دي حته قشطه يا تايجر. بيقول له لو لمستها تاني هدفنك حي. لا حمش والله. المهم ابو عثمان بيقول له الامريكان هيفجروا المستشفى بعد ساعه، وانت وفريقك وجميع الممرضات هتموتوا، والامريكان هيبقوا مفكرين ان انا مت، العالم كله هيحتفل بموتي، بس انا بقى هفاجئهم وانشر فيديو وانا بقتل فيه الهنود والباكستان والامريكان كمان، وهيكون ده انتقامي. وفي الوقت ده بيدخل انابيب غاز وبيقول له ما تقلقش، في اللحظه اللي الغاز هيملى فيها جسمك هتفتكر كل السنين الحلوه اللي قضيتها معاها. وبيقوموا رجالته ياخدوها، وبيقول له تايجر لو تعرف توقفني فرجني. بيقول له لو انت كنت قدي وقتها ابقى وقفني، وبيسيبه ويمشي. والقائد بيرن على ادم وبيقول له ما عادش قدامك غير نص ساعه والطيران هيضرب المستشفى. والقائد بيظبط المنبه ده على النص ساعه. وهنا بقى كرام بيكون وصل بالطياره على المكان اللي هياخد منه الممرضات. وهنا بقى الفيلم حلو على الاخر يعني. رجاله ابو عثمان بيدخلوا علشان ياخدوا جثه النمر، لكن المفاجاه بقى ان النمر ما بيكونش مات. وتعالى لي يا ننوس عيني انت وهو، ده انتوا
انتوا هتشوفوا ايام سودا يا جدع. يا خطر انت، ما يجيبها الا رجالتها برضه. بيخلص عليهم كلهم واحد واحد. ده تايجر يابا، انتوا كنتوا مستهفئينه ولا ايه؟ وبيروح عشان ينقذ رجالته، وبيوصل خبر لابو عثمان ان النمر ما ماتش ولسه عايش، وبيقول له انا مش هتحرك من مكاني قبل ما اشوفه ميت. احب اقولك انك هتشوف النجوم في عز الظهر. وتايجر بيكون قايم بالواجب هو ورجالته، مش راحمين حد لا كبير ولا صغير. وبيروحوا عشان يخرجوا الممرضات، لكن بيلاقوا بورنا ملبسينها حزام ناسف. بيحاول نميت يفكها، وعلى اخر لحظه بيطلع نميت وبورنا. وفي الوقت ده بقى الاكشن كله جاي يا زميلي. شايف انت تطاير العربيات دي؟ لا وايه، جيت لعند راكيش ووقفت. حقيقي انا منبهره. المهم رجاله ابو عثمان كلهم بيكونوا ملوا المكان. بس على مين يابا؟ ده انتوا لو جايبين بلد بحالها بعوني اللي هخلص عليكم. تايجر بيرمي مسدس الميه ده من ايده وبيمسك الوحش ده. وها هو قادم اليكم ايها العيال الفرافير. اسد يالا في ايه؟ وبطولي ولا حد همني. العجيب بقى ان مفيش ولا رصاصه جت في تايجر، مع العلم ان هم كتير وهو واحد بس سبحان الله. المهم رجالته بيكونوا من ناحيه تانية قايمين بالواجب برضه. اللي يزعل بقى ان اذان اتصاب، بياخد طلقه في كتفه والطلقه التانية في بطنه، وبيدي العلم لزميله علشان يرفعه. وبيروح له تايجر وبيعرفه ان اذان مات، وبيزعل جدا. وفي الوقت ده بيكون فردوس وكران جايين بعربيه بترول وفي طريقهم للمستشفى. وقبل ما العربيه بتدخل المستشفى بيكونوا نازلين منها، وهوب تايجر بيفجر العربيه والمكان كله بيعم بالهدوء والسلام الداخلي والخارجي. وبيطلب من كران وفردوس انهم يخرجوا الممرضات. كران بيقول له ان كل الطرق مقفوله لان ابو عثمان ادى اوامر ان مفيش حد يخرج من البلد دي غير باوامر منه. بيقول له فاضل قد ايه والطيران يضرب؟ بيقول له 10 دقايق بس. بيقول له تعالى ورايا. بياخده وبيدخل عند الرهاين الامريكيين وبيقول له فكهم وخرجهم. وبيروح هو يدور على زويا وابو عثمان، وبيلاقي الطور ده في وشه. وبيفضلوا يلعبوا شويه مصارعه مع بعض، بس اخيرا تايجر بيخلص عليه وبيلاقي زويا في وشه. وبيروح عشان يفكوا زويا، لكن ابو عثمان بيضربه من ظهره وبيحدف زويا لتحت. وتايجر بيقوم لابو عثمان وما بياخدش في ايده غلوه، وبيقول له انت عارف ليه المخابرات الهنديه بتقول عليا النمر؟ لان مفيش حاجه اخطر من نمر مجروح. وبيدخل عليه فردوس وكران وبيقول لهم خدوه وعدوا بيه من رجالته بالرهاين، واحب ابشرك ان كمان 5 دقايق بس هتموت. خدوه بسرعه وامشوا. وخلاص مش بيكون فاضل غير دقيقه واحده بس والطيران الامريكي هيفجر المكان كله. وفردوس بياخد الرهاين وابو عثمان وبيخرج بيهم لبره وبيعدي بيهم الكمين. بس زويا وتايجر لسه جوه. بيحاول تايجر يفك زويا وبيكون فاضل بس 30 ثانيه والمكان كله هينفجر. بتقول له زويا سيبني انت وامشي. بيقول لها انت الحب يا بت، اسيب روحي وما سيبكيش. وخلاص الوقت بيكون خلص والمكان كله بينفجر. وكرام بيكلم القائد وبيقول له المهمه تمت بنجاح. وبيقول له تايجر، بيقول له للاسف تايجر وزويا ماتوا. وبيرفعوا العلم الهندي والباكستاني وخلاص بيكونوا الممرضات وصلوا بلدهم بخير. وفردوس بيقتل ابو عثمان. وبعد فتره طويله القائد بيجيله تليفون وبيكون تايجر وبيقول له انا كنت عارف انك عايش بس ما رضيتش تيجي الهند عشان عارف ان المخابرات الهنديه مش هتسيبك ابدا. وتايجر في الوقت ده بيفتكر كل اللي حصل وبيقول له اكيد عارف ان هفضل مستخبي، لكن وقت ما بلدي هتحتاجني هتلاقيني موجود. وبيقفل معاه وبتكون زويا مستنياه وكمان حسان بيكون معاهم. ولهنا فيلمنا بيخلص. وتقدر تقولي عزيزي المشاهد طلعنا بايه من الفيلم ده ولا اي حاجه. المهم تكونوا انتوا بخير ويا رب الفيلم يكون عجبكم. اشوفكم على خير. سلام.